حبايب، مبروك يا بنتي يا سكينة. الله يبارك فيك يا رب يا عايشة، أشرب شربات عوضك أنت وسكينة كمان. عن قريب إن شاء الله، ونشرب شرباتك وأنت راجعة من الحج يا خالتي. يا رب، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا سلام، ما في أحلى من الفرح لما يدق على باب البني آدم. ربنا يكتر فرحنا كمان وكمان يا ماما. عقبالك يا نوال. لا انا لسه قدامي الجامعه، ولما اتخرج واخد شهادتي ابقى افكر في الحاجات دي. اهو ده الكلام الصح والمظبوط. انما مسكينه بقى انا عارف طول عمرها بتفكر في الجواز، وهو جالها عجلها. بص بقى يا علوة، بالنسبة لشبكة السكينة هتكون جاهزة في خلال أسبوع بالكتير. اسبوع؟ وماله، ربنا يتمم بخير يا اخويا. أما بقى بالنسبة لكتب الكتاب والدخلة، حيلك يا مكاوي، كاتب كتاب إيه ودخلت إيه اللي هنتكلم فيها دلوقتي؟ ولازمته ايه الاستعجال يا ابن خالتي؟ مستربع على ايه؟ ولزومه إيه التأجيل؟ ما دام الشغل موجود والشقة موجودة. ايوه، هي فين بقى الشقه دي؟ لقيتها قريبة منكم هنا، شقة إيجار قديم وخلو رجل معقول، يا دوبك أجيب باقي فلوس شقة طنطا وأجي أخلص فيها. الله الله الله، ده أنت موضب كل حاجة، ما عندكش وقت. خير البر عاجله، وما دام الشقة بقت موجودة والعروسة موجودة يبقى ما فاضلش غير الجهاز اللي يسعدها، ها؟ ولا إيه يا عم علي؟ عندك حق والله يا مكاوي، بس كل شيء بأوان، ربنا يسهل. والنبي على اخوكي ده صعبان عليا قوي يا عيشه، هيلحق على كل ده منين؟ ربنا يكون في عونه يا حماتي ويرزقه. ايوه ما قلناش حاجه، بس اخوكي ده راجل ارزقي، رزقه يوم بيوم، وخبطتين في الراس توجع. نصيبه كده بقى، هنعمل ايه يعني؟ قلنا سكينه بنت ولازم يسطرها، لكن مقصوفه الرقبه الصغيره يدخلها الجامعه ليه؟ علي هو اللي عايز كده، بيقول نفسه تحقق له الحلم اللي محدش فينا حققه. يا اختي بلا حلم بلا كوابيس، هو اخوك علي ده اللي غاوي منظره عشان يقولوا دخل اخته الجامعه؟ ما انا عارفه انتوا عيله من اخوليا، يا ما هنا يا ما هناك، وعلى راي المثل فقر وعنطزه. بس تعرفي يا عيشه، العالم برضو كويس. ما انا بقول كده برضو يا حماتي. وطبعا مقصوفه الرقبه ما صدقت انها تخش الجامعه وهتبقى في وسط الصبيان، ما انا عارفاها مايصه. انا اختي مش مايصه يا حماتي، انا اختي متربيه احسن تربيه. من ناحيه متربيه، هي متربيه ومن بيت اصول، لكن عينها بجحه كده وقادره. انما مسكينه اسم الله عليها، عقل وست الستات واخلاق مفيش كده. الحمد لله، اخيرا قلت في حق حد من اخواتي كلمه حلوه. بس تعرفي يا بنتي يا عيشه، انا متهيألي هي مش هتعمر في الجواز. يا اختي تقفي من بقك كفلنا الشر، ليه بتقولي كده؟ البت اصلها كده فيها حته نمرضه ولقم متغطي. يا لهوي، سكينه؟ ايوه سكينه، قطعها تقطعها، ده حتى لو ابن خالتك استحملها على كده برضه هيطلقها عشان مش هتخلف. وانتش عرفك بقى؟ ما هي طالعه لك يا موكوسه، يعني هي هتجيبه.